اكتساح، اكتساح مغربي. المغرب ترد على الجميع أداء للتاريخ. يا الله لو تتأهل وترد على الجميع بهذه الطريقة أو لا تلعب كرة قدم أبدا. يا الله. الكعبي هذا أيوب الكعبي هل يعلم أن أبناء عمومته هنا في العراق يفتخرون بما يفعل حاليا هذا الكعبي؟ نسميه هنا الشعباوي. يا الله. هدفين من الشعباوي وهدف من ابن مدريد دياز. المغرب ب7 نقاط إلى الدور القادم. أنا لازم أحكي الحقيقة، أقوى منتخب عربي هو المغرب. خليني أحكي حاجة بالأردني، ومع إني يا مغربي أحكي لك الصراحة كنت أستنى كل مباراة تخسر فيها بأفريقيا عشان أطلع أتشمت فيك لأنك خسرت بلدي الأردن بكأس العرب بالنهائي. لكن والله الأداء اللي أنت قاعد بتقدمه يا أخي بصفق لك يا أخي، تحية احترام يا أخي. شو هذا أيوب الكعبي كل شوي دبل كيك مسجل زي كأنه أهداف عادية زي كأنه ضربات جزاء؟ وشو هذا حكيمي؟ وشو إبراهيم دياز؟ وشو الأداء المرعب يا زلمة؟ أنت لنهائي كأس أفريقيا وانت المرشح الاول وانت الاقوى عربيا حاليا صراحه. خلينا نحكي مثل حق، تحيه احترام لكل مغربي. والله ارفعوا راسكم انتوا ابطال والله، اقسم بالله ديما مغرب. والقرع والقرع. واليوم اصدقتي شيف كبير، اليوم اصدقتي شيف كويزيني وهوار. اليوم نصبتي لينا طاجين على حقه وطريقه. اليوم نصبتي لنا طاجين بنين، طاجين وار، كلينا صبعنا عليه، اقسم بالله الا كلينا صبعنا عليه. صافي درتي الجلبانه في بلاصتها، القوق في بلاصتو، اللحم في بلاصتو، البصله من التحت. هذا هو الطاجين القرع اللي خصك تنصب لينا ديما. الله يرحم باك، الله يرحم باك. قيد المقادير في ورقه. هاد المقادير اللي درتي اليوم قيدهم في ورقه وما تنساهمش، ديما هزهم معاك في جيبك. احسن مقادير درتي اليوم، درتي مقادير واو 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 واو. والقرع اشوف الطاجين ديال اليوم احسن طاجين في العالم. ولا القرع اليوم ولا واعر. شو هالايوب يا اهل المغرب، شو هالايوب يا اهل المغرب، شو هالايوب يا اهل المغرب. شو صوب، شو صوب يا معلم. هو اللي صوبنا، هو اللي صوبنا باللي عم يعمله. مش طبيعي. دبل كيك تاني بالمجموعات، اول مباراة وثالث مباراة. اقسم بالله عالم يا جماعه. شو هذا اهل المغرب؟ هيدا بيستاهل يكون افضل لاعب بالبطوله، افضل لاعب. يا عفو الله شو يا جماعه، افضل لاعب عربي عبر التاريخ بدبل كيك. نقطه صفر. ما يمكنش، ما يمكنش هالشي الزواج. ارجو حرك لك. سي 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 سي. ايوه شتي اخا وليد، ما دخلتيش معاك هي امراه بطول قهوه التيران وليتي تبان حسن من غوارديولا. فتيه بينا اخا داك كاس افريقيا راه في 76 ربحنا طاسه الشلال. هذا كاس هذا بينا، هذا الصفر، هذا الصفر هذا هو اللي بغينا اخويا. الله يرحم لك الوالدين. شوف راه على مصلحتك، والله الا راه غوتنا عليك على مصلحتك وصافي. ما ربحناش داك كاس افريقيا من ايام الاربيط تيصفر بيدي بزاف اخا وليد. الله يرحم لك الوالدين. عرفتي شقوها الصحافه اليوم كاع دوك اللي بداو عليه انت وكذا ودرتي وفعلتي. مرابط مزيان يكون صاحبك فهمتي، صحيح يبدا يكوفري عليك الله لا خلصتي وبدا يدفع فيك بحال هكا وكذا يتعنتت معاك. ما في التيران اسمح لي ما ننساش خيرو كاع نهائيا، ولكن اسمح لي راه شجره حطها ليه ما يفانتيهاش. شتي وجهك كينور صاحبي.
ديما مغرب. حكيمي اليوم والله الا خايف عليه بحال انا اللي والدو مالو تا هو. ما تيتم غادي ليه شي واحد تنتخلع بحال انا اللي والدو مالي اخوانا مالي هادشي. تهلا ليا في داك عسيله ديال برايم والله الا عسيله بالله ما باقيش تخرج وانا مزوج. غيخلي هذاك يخليه في التيران نشوفوه. زيمباوي ابلع، زيمباوي ابلع. شوط اول مغربي وخلاص المغرب رسميا الى ربع نهائي كاس افريقيا. متصدر يا جماعه. انا مستمتع والله مستمتع. ما راح يلعب دور 16 دور 16 يا اخي. ما شوف ما هو لك اللي صار معي مع رونالدو خربط لي كل شيء. ليش ما قلت نص نهائي بالاخر. والله مستمتع جدا بالمغرب. انا هون مع الشباب ايام هاوش. شو هيدا حط على راسك؟ شو فضحت الله يخرب بيتك. شو هيدا يا رجل؟ انا كنجي كيتبارك البيت خلاص كده انا شفت عندك هاد اللعيبه هادي ماشي تبارك البيت. السلام عليكم. انا بغيت نقول حاجه واحده موسط الاجواء الجميله ومن بعد التاهل في المرتبه الاولى على المجموعه ديالنا في 7 ديال النقاط. بان وراه يلا بدينا شويه على اللعابه شويه على الطاقم التقني. نحاولوا نكونوا ايجابيين ماشي كلشي غيكون مقاد من المره الاولى. هانتوما شفتوا الان تحسن المستوى اللي غادي والنسق التصاعدي ديال المنتخب الوطني. باقي بزاف ديال الحوايج زوينين يقدروا يوقعوا وكنا خصنا نكونوا مورا المنتخب الوطني المغربي. كاين شي حسابات ضيقه كاين شي هضره باغيين تقولوها اللي الشخصيه من مورا لاكار. اذا كنا غنتحاسبوا مع المدرب مورا لاكار غنتحاسبوا مع اللاعبين مورا لاكار. خليو عليكم العائلات ديال اللاعبين وديال المدرب. ما عندها حتى شي معنى دير استجواب مع بات المدرب وما عندها حتى شي معنى انك دير مونتاج وتقول هادو هما اللي عاقوا بالركراكي وما عندها حتى شي معنى انك تهاجموا فقط لانك ما مقتنعش بالاداء ديال المنتخب. ما مقتنعش ناقش ما مقتنعش حاول انك تطرح افكار. كاين محللين محترمين جدا وقالوا افكار اللي كانت محترمه جدا وكاين ناس واحد اخرين واش فهمتيني كيبيعوا المحتوى كيعمروا لاكان طويله وجيبها في الموكول. راه ماشي هكا كتكون الخدمه. المهم هنيئا للمنتخب الوطني المغربي. وحاجه واحده بغيت نقولها واحده اخرى راه لو سول باترون سور لو بون دو توش وانا راه كنتفرج من الكان هنا. ها شوف لاكان كنتفرج فيها انا بحال التروه ديال رمضان. هاد اللي كنت في الحومه كنتفرج الدراري لاعبين. لو سول باترون كي سور لو بون هو وليد الكراكي. ديك النهار باش ناسينا كان واقف هضر مع صلاح الدين قال ليه وي ستاي ان ذا ماتش. حتى شي حاجه اخرى حتى شي واحد ما كيهضر مع اللعابه من غير الكراكي. وبن حمود كيجي يدوي معاه وبو حسمه عنده واحد الصوت يقول ايوب كيتسمع عندي في الدار. فعافاكم ما كاينلاش نشوشوا. حنا المغاربه كنفرحوا بواحد الطريقه اللي هي عنيفه ولكن كنتاخذوا شي مرات الطريقه اللي هي عنيفه. داكشي راه كيأثر على اللعابه وكيوصلهم داكشي وكيتقلقوا. راهما بشر. الله يرحم لكم الوالدين وتهلاو. المغرب بتقدم اقوى ماتش في افريقيا واسود الاطلس وصلوا البطوله. ويمكن الركراكي النهارده بالتغييرات اللي عملها خلص على كل نقط الضعف اللي اهمها انه قعد سفيان مرابط الدكه علشان كان مبطئ رتم الفريق كله. وثلاثي خط النص العناوي وقناحي وصبيري المفروض الثلاثه يكملوا مع بعض البطوله. كميه تفاهم وربط بين الخطوط مش طبيعي. لكن الاداءات الفرديه النهارده كانت جباره. يعني واحد زي ابراهيم دياز ده ما تتخيلش انه سايب جنسيه اوروبيه وجاي يلعب في المغرب. لا ده بيهين نفسه ولا كانه ان هو نجم في ريال مدريد. ايوب الكعبي وجمال ايوب الكعبي اعتقد ان مفيش مهاجم قدر انه يسجل هدفين باكورد في البطوله دي قبل كده. شكلها كده لازم كل المنتخبات تقلق لان المغرب خلاص شكله وصل البطوله وهيزعل الكل. ألف مبروك التأهل لمنتخب المغرب. ولكن تعالوا خلونا نتكلم بالأشياء الجميلة يلي صارت في المباراة. الشيء الجميل اللي أنا أشوفه هو عودة أشرف حكيمي وعودته مهمة. يعني تخيل تأهل المغرب لدور 16 وعودة أشرف حكيمي. هذا الشيء راح يكون جميل. أما بالنسبة للشيء الثاني هو أيوب الكعبي. أيوب الكعبي يا جماعة جنني. أنا أيوب الكعبي مهما بحاول له هدف كل هدف أجمل من الثاني. يعني ما يسجل أهداف عادية كل هدف وجميل. أما بالنسبة لأوناحي يا إخوان السوبر أوناحي انتبهوا عليه. بس السوبر أوناحي أنا أقول لكم إياها من الآن انتبهوا عليه. فللأمانة أشياء جميلة صارت. ولا ننسى
الأخيرة وهو جمهور المغرب. جمهور المغرب أجمل منا ما في. فللأمانة ألف مبروك المنتخب المغربي، صراحة تستحقون التأهل لدور 16. 1000 مليون تريليون مبروك للمنتخب المغربي أسود الأطلس، التأهل إلى دور 16 كاس أفريقيا بالمركز الأول. مبروك مبروك، ديما مغرب، ديما بونو، يس يس يس. فالكم البطولة بإذن 1 أحد. مبروك لأسود الأطلس. هذه الأهداف تأتي في الموسم مرة واحدة فقط، ولكن في كتاب أيوب الكعبي تأتي في كل مرة، تأتي في كل مباراة. الباكورد ماركة مسجلة باسم أيوب الكعبي.